أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تماشاوان هجام برنامه کنوده دی سال پیش بریونه برنامه مال سر عقیده إسلامية. الإيمان والإسلام وما بينهما من علاقة. إيمان وإسلام دناف وانده چه علاقة هي؟ لقد مر بنا معنى الإيمان لغة وشرعا. درباس بو يعني معنى إيماني تشيه هم لغة هم شرعي ده ما درسات شويدة ما بيا قود. وأما الإسلام في اللغة فمعناه الاستسلام. ده لغة يعني ده فرهنجي ده زماني عربي ده إسلام بمعنى تسليم بونه. يك وقتاش تشكيل التسليم ببا يعني البيشبروي مقاومته نكا جيرتقوتن إسلام. والإذعان والإنقياد بدا يك جيجي أفا مثلا إسلام بمعنى إذعانتي يعني معنى سرطواندنا جيكيرا يعني كو مرف كو يك تشكي بيجا مروي قبولك يعني انقياد جي أول يعني تعبيره اگر اف تعبير صحيح با يعني مرف بني خو بيخ دستي يكيده مرف اطاعت بكجيره في شكل يعني اف ياج جيرتي قوتن اسلام يعني مرف جيكيره تسليم ببا او كجيب كردين بي تسليم بود. وترك التمرد والإيباء مرف مثلا يعني مرف عنادي نكا لهمبر نرابه جنا قبول كرني يعني جنا قبول كرنا أمري بمرف خو دورك بوي شكلها. ومعناه في اصطلاح الشرعي معنى إسلامي اصطلاح الشريعة ده يعني لبا علماء الشريعة ويأخذ تجيد قرآن والسنة ده الامتثال والانقياد لما جاء به النبي أو امتثال يعني امتثال مرف أمريكي بينجي يعني أمر آنينا جيه يعني إطاعته وانقياده قبول كرنا سرطواندنا جيريه لما جاء به النبي تشتيكو پیغمبری ما آنیه يعني تشتيكو پیغمبر جبا خودت عالى جمر آنیت بویا وحی جمر هاته مرف ويا باور بك جير التسليم بات حياته خود بينجي مما علم من الدين بالضرورة تشتيكو الدين ده بالشكل كي وكري تي زانيني يعني نتشكي وشارية يعني هركز دزانه يكي كود ولاتي إسلامي دماغه هركز زانه أو مسألة وصا مشهور أو قام عليه الدليل اليقيني قال الدليل يقيني دليلك كتد الشك الشبهة نبا دليلك تحقيوه ده هبا هاتبا أو جي مربوي شكله هنكي قبولت بك وتحياته خد التطبيق بك جيرتي قوتن إسلام على أنه قد جاء تفسير الإسلام في حديث جبريل حديث جبرائيل دجي سلام خدي لبا تفسير إسلامي معنى إسلامي هاتيه قوتن اشترف بيغمبري صلى الله عليه وسلم دوي حديثة كو جبرائيل خوستي شكلي إنسانك وهاتيه با بيغمبري مجي برسيه وقال قوتي يا محمد أخبرني عن الإسلام قوتي يا محمد كاجمرة إسلامي بيجا معنى إسلامي تشيه قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قلت إسلام أبا كنت تبدأ بيخو باور بكي بقلبي خو تبدأ بيخو شاهدي بكي تبدأ بيخو إقرار بكي شاهدي بكي بقلبي خو جي باور بكي كوج الله بيبا أو ذاتي واجب الوجود كناوي بي الله جوي بيبا كسي كود بشكل حقي بحقي جير عبادة ورا كرني كستنه. وأن محمدا رسول الله محمد رسول خدي يعني محمد قاصدي خدي على تعليمات إخوة خدي على تعليمات إخوة أمري إخوة نهي إخوة بواسطة محمد بمدهين كرني قاصد نابا مو خدي ده محمد بعربي جيرد بالرسول بكردي من بقاصد
وتقيم الصلاة قوتيت الميج بكي وتؤتي الزكاة زكاة مالي خو بدي ايكو مالي تهبا وتصال صار ضرب أصبوبا وتصوم رمضان مها رمضان جيت روجي بقري وتحج البيت أجر إمكانات هبا مالي تهبا تاري حجة بيتا خده إن استطعت إليه سبيل أجر إمكانات هبا فرصة هبا أقوتي إسلام أبا وقتا جبرائيل حضرت رسول الله قوتي كجمر إسلام بيجا معناه چي إسلام جي چرا تيقوتي قوتي أود كلمة شعدي بيني وتي لميج بكي وزكاة بدي ومع رمضان روجي بكري وتحجى بيت خده تعالى بكي أجر إمكانات هبا وفي حديث ابن عمر حديث ابن عمر ده بني الإسلام على 5 إسلام لسر 5 تشتهات يا آواكرين او جي دوی حدیثه ده اوان تشتی کو مگوتی کو کلمه شاده و لمیجه و روژیه و فلان و 5 تشتی کو مگوتی دوی حدیثه ده جی اف تشتی هنه در باست بن یعنی گوتی اسلام اوه سربات تشتهاتی آوا کرنی yani esas ve temeli İslam yani mesele heri mümin yani heri mesele mühim de İslam'ı da evet. فما هي العلاقة بين الإيمان والإسلام؟ بناب إيمان والإسلام ده شو علاقة شو ارتباط هي؟ ذهب فريق من العلماء قسمكي جو علماء في شكل تفكر كرنا إلى أن الإيمان والإسلام مختلفان مفهوما ومتحدان ما صدقا قلت إيمان وإسلام ده مفهوم خدا يكن قلت الإنسان مختلفان مفهوما يعني ده مفهوم خدا جهبدو فرق جهبدو جدانة يعني معناوا يعني مفهوم معنى مفهوم يعني يعني معناوان جهبدو جدا معنى إيمان وإسلامي ومتحدان ما صدقا أما إيمان وإسلام هردو جيج عيني تشتيراتي قوتني يعني إيمان وإسلام جيك تشتيراتي قوتني أي إن لكل من الإيمان والإسلام مفهوما يغاير مفهوم الآخر وقتات معنى بكي بمعنى إيماني تشي إسلامي تشي مفهومي وانا وكهفن لو را پیغمبری ما وقتا حضرت جبرائیل پرستی گوتی ایمان چیه؟ گوتیت باوری به خدا بینی به ملائکت بینی به پیغمبرها به کتابا به فلان به قیامتی به مسئله قدری فلان بی شکلی گوتیه وقتا گوتی اسلام چیه؟ اسلام جو گوتیت کلمه شاده بینی و تلمیج بکی و زکات بدی و رمضان ماه رمضان بگیری و حجه بیتا خود طالب کی او بی شکلی گوتیه ای دیوانه شفدو يعني فرقا أي إن لكل من الإيمان والإسلام مفهوما يغير مفهوم الآخر هرك مفهوم وان جبدو فرقا كما رأيت وكنت دي في تفسير ذلك في الحديث سيد سيدة وكو إيضاحات هاتكرني ومع اختلافهما في المفهوم مفهوم ده اختلافه وان تبيكون نيكن مختلفين جبدو جدانا فهما متحدان مع الصدقة أما ما صدقت هردو يكن يعني جيك تشتيرا تيقول أي في الأفراد الخارجية يعني ده فردك وتدي نزهني تشتي ذهنا أو تدي تشكي جداية ووقتاكو أم بيجن ده حقيقي واقعي ده الحولي مثلا أو تشكي جداية فلا يمكن أن يطلق على إنسان أنه مسلم إلا إذا كان مؤمنا يعني يكيكو إيمانا ويتنبا تجير نكاري بمسلمان جي ولا يمكن أن يطلق عليه أنه مؤمن إلا إذا كان مسلما يعني يكيكو مثلا إيمانا ويتنبا تنكاري بمسلمان يكيكو نمسلما بتنكاري بمؤمنا يعني ده شخصا ده وقتا بيجي كا مسلمان كينه وقتا كتولو بيجي يكي كو هم إيماناوي هبا وهم دفي خوا قوت با جويرا هم تيقوت المسلم هم جير تيقوت المؤمن وذلك كالناطق والضاحك وكمسألة منطقي ده تدي معناه ضاحك وناطق تدي ناطق ايكو يعني ده معنى ناطقي هنا منطقي ده يكون معناه تفكره يعني يكون تفكرتك وضاحك مثلا يكون تكنه
يعني وقتا كنت بيجي ناطق كيه تديسا تي مثلا إنسانك نشان بدي، وقتا تبي ضاحك كيه تديسا إنسانك نشان بدي. يعني إنسان هم ناطقة هم ضاحكة. إدي وقتا تبي مؤمن كيه تي مسلمانك نشان بدي، وقتا تبي مسلمان كيه تي مؤمنك نشان بدي. فإن لكل واحد منهما مفهوما خاصا بيج، هل يكجوا مفهوم كيواني خاصة خاصة بوانا خصوصية. فالناطق المفكر، ناطق بمعنى مفكر، هذا منطق ده. والضاحك المتعجب، ضاحك يقول تشتا تعجب، كشو تعجب كان أسري تعجبية تشكي وقتا ما عرفت تشكي عجب ما عرفت كان، ولكنهما لا يدلان على الإنسان فقط، بل يعني هردو دلالتي لسر عين إنساني تكني. يعني ضاحك جيج إنسان رتيقوتن، ضاحك جيج إنسان رتيقوتني، فهما مختلفان مفهوما متحدان مع صدقا. مفهوم يخد معنى ضاحك ومعنى ناطق جهدو جدانا، أما ده واقعي ده أوكي، يعني ناطق وضاحك عيني شخصي رتيقوتني. ويفهم من هذا أن القائل جفيتي فيمي كو إيكو بيجا أن القائل أراد بالإيمان والإسلام المنجي منهما، أو إيمان وإسلامكم مرفج عذابي خدي خلاصتك، يعني الآخرة فايدة مرفتي ده هي، أو إيمان جي أواكو فايدة مرفتي ده الآخرة، إسلام جي أكو فايدة مرف الآخرة ده هي. هردو عين تشتيرتي قوتني. يعني وقتها مثلا بيجن أحمد مسلمانة مؤمنة، تبيج يكي مؤمن نشاني متى تي أحمد نشاني، تبي يكي مسلمان نشاني متى تديس أحمد نشاني، شنكو ميرك هم مسلمان هم مسلم مؤمنة. وأما إذا أريد الإيمان من حيث هو، أما إيمانش حيثيتكو إيمانه ناش حيثيت يعني جهتكو كالبا خدي قبوله نقبوله خدي قبولتك ناكا نبوي شكلي يعني إيمان، يعني هما باوري. والإسلام كذلك إسلام جي يعني بمعنى تسليم بون، وقتات في شكل تبيجي تشينا، فبينما عموم والخصوص الوجهنا وضع عموم وخصوصا وجهي هنا، أي يجتمعان في شيء وينفرد كل منهما في شيء آخر. هردو دعيني تشتيدات جفن، يعني تشتكي دا جارنا هردو تشكي دا جفن، وجانا جي يعني مختلف دا فردي جدادة تينجي، فيجتمعان في من صدق بقلبه وانقاد بظهره. يكيكو بقلبه خو تصديق كربا بمسا إسلامي، ديني إسلامي قبول كربا قلبي، وبزماني خوجي كلمة شادي آنيبا كوفا إسلام قبول كري علامتي كو إسلام قبول كريا. ها أف شخصي عنيكي هم مؤمنة هم مسلمة، هم مسلمانة هم مؤمنة، فيقال عنه إنه مؤمن ومسلم. وينفرد الإيمان في من تصدق بقلبه فقط، أما يكيكو بقلبه خو تاني إيمان آنيبا، وبدافي خو كلمة شادي نا آنيبا، أو جويرة ظاهرة نايقوة المسلم شتي قوت المؤمن، چونكو با خودي بيزانا قلبي بيد إيمان هي، أما أمنكار نجي ربيت مسلماني چونكو ما ندي كلمة شادي آنية. وينفرد الإسلام، إسلام جي بتاني دي وجودي في من انقاد بظاهري فقط، إيكو بظاهري خوا مسلمان بويا ليبالي بقلبي خوا مسلمان نبويا، يعني يكو بدافي خوا كلمة شادي آنيبا، أما بقلبي خوا مسلمان نبويا. ها أبيا ظاهرا أم لقولي ظاهر أم جيرد بي مسلمان، چون كل باما كلمة شادي جبركو آنية أم مسلمان زان، أم قلبي بنابين كا إيمان هيتني فلانه إيديش بجويرة ناي قوتن مؤمن چونكو قلبي خدا باوري نانية، أما تي قوتن مسلم چونكو ظاهري خدا كلمة شادي آنية. وهذا ما ذهب إليه جمهور الأشاعرة، أكثر علماء أشعرية أفتشتي هاني قوتنا. وذهب جمهور الماتريدية والمحققون من الأشاعرة، أكثر علماء ماتريدية ومحققين جلك عالمي تحقيق كوج مذهب أشعرية إلى اتحاد مفهوميهما
قوتي مفهوم إيمان وإسلام يكي. على أن الإمام الغزالي قد أفاض في بيان العلاقة بينما إمام الغزالي علاقة نقبة إيمان وإسلام ده زيادة تشتكي لسر سكنية خوشك قوتية، وأجاد يعني تشتي قوتية تجيد قوتية خوشك قوتية، فلم يترك لغيره مقالا في ذلك في خصوص ده خبردانش كثيرة نهشتية. قال رحمه الله تعالى يعني خدي رحمه خليك إمام غزالي وها قوتية الحق فيه يا حق مسألة علاقة نقبة إيمان وإسلام ده كشعل قوان بهبية أن الشرع قد ورد باستعمالهما على سبيل التوارد والترادف. الشرع استعمال كلنا إيمان وإسلام بشكل وهردو جيك تشتيرات مسألة بين قوتن مترادف بن، وورد على سبيل الاختلاط ترادف أبا كويكي يعني معنى مثلا كلمة جهدو جدابن ومعنى يكبه جوير دبي مترادف. وورد على سبيل الاختلاف بشكل اختلاف جهاتية القرآن والسنة ده، وورد على سبيل التداخل وبالشكل التداخلي جيكويات كبا نابا يكي ده. إيدي قوتية أما الترادف وقتا مترادف بياني دي كلمة جدانة أما معناوان يكا، ففي قوله تعالى في آية هذا وصاية فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين دبي مجوي جندي أف جندي كو حضرت لوط ليبو خود تعالى حضرت لوط وتدي زاروكي وكتشكي جور درخست إيدي خود تعالى دبي مدور ده مؤمني كدوي جندي ده أبو الماتب درخستن فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين دويدي دبيش خو مالك تاني مسلمان هبو كو أوجي مالا حضرت لوط بو يعني هم يعني جاركي جوار قوتيه مسلمان جاركي جوار قوتيه مؤمن، يعني با إيمان وإسلام بعين معنى استعمال كرني دفرده باللفظ وان جدانة أما معناوان يكا. ولم يكن بالاتفاق إلا بيت واحد باتفاق علماء مالك تنل المسلمان أبو أو جمالا حزتي لوط بو. وقال تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. قوتي أجر أي قومي من أجر كون وإيمان آنيبا بخودي توكل خبدن سر خودي فتوكل فعليه توكل إن كنتم من أجر كون جرى تسليم بنو المسلمان. وقال صلى الله عليه وسلم برسول الله قوتي بني الإسلام على 5 إسلام سرچ 5 تشتا هاتي آوا كرني. إيدي وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم أو كريا جي هاتي برسين مرة عن الإيمان جاركي قوتي إيمان چيه فأجاب بهذه ال5 بفان 5 تشتا جواب داي يعني قوتي كلمة شادي بيني تلميش بكي مثلا زكاتي بدي وتما رمضان روجي بقيت حاجة بيتا خودي طالب كي وقتا جيرا قلتنا إيمان چيه أفهر 5 قوتيه جاركي جي قوتيه إسلام چيه ديس أفهر 5 تشت قوتنا. وأما الاختلاف يعني اختلاف كتجيه كتدا مختلفات من القرآن والسنة ده فقوله تعالى في آية هذا قالت الأعراب آمنا اب أعراب عرب أفجواني عربي چولا ايكو كونا دمينين وكا كوچري ميفادرا ايكو تكون جوار بيجن أعراب إذي أفان أعرابا قوتن ما إيمانانية قل لم تؤمنوا خذ طلق وجوار بيجا بيوا إيمان نانية هي إيمان نكت قلبي ولكن قولوا ولكن قولوا أسلمنا أما بيجن أم مسلمان بونا يعني أم ظاهرا إسلامي لا تسليم بونا شخديرا ومعناه استسلمنا في الظاهر أم تسليم بونا فأراد بالإيمان هاونا دفرد غايش إيماني التصديق بالقلب فقط تصديقا بقلب تانية وبالإسلامي دفرد غايش إسلامي السلام وبالإسلامي الاستسلام غايش إسلامي استسلامه يعني تسلمون ظاهرا باللسان والجوارح بضمان خب أعضاء
يعني تسليم بناش خديريا. وفي حديث جبريل عليه السلام حديثاكو حضرت جبرائيل سؤال پیغمبر كريا لما سألوا عن الإيمان وقت إيمان پیغمبر برسيا فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قلت إيمان أود باوري بخده بيني ملائكة تاب كتاب خده طلب قاصد خده وبروجة آخرتي. وأما التداخل يعني أبد فردا يعني إيمان وإسلام جابدو يعني جدا جابدو فرق لهاتن. وأما التداخل فيما روي أيضا أنه سئل أباكو يدي إيمان وإسلام دناف هفدتي يكتب نافا يكيدا فما روي أيضا أنه سئل دي هاتي رواية كوش بيغمبر هاتي برسين فقيل أي الأعمال أفضلوش بيغمبر برسين قلت يا رسول الله كيجا عمل قنجا فقال صلى الله عليه وسلم الإسلام قوتي إسلام قنجة يعني كلمة شادي بني الميجروجي فلان قوتي إسلام قنجة. فقال أي الإسلام أفضل جي بسنة قلت يا رسول الله كيجا إسلام قنجة فقال صلى الله عليه وسلم الإيمان قوتي إيمان قنجة يعني دناف أعمال إسلامي ده تشتكو فروزات إسلامي ده يا أنزيد قنج إيمان يعني كلمة شادي بيني أو يا اشتبي مهم تلاشنكو بي إيمان أو عملي ديجي قبول نابن إيدي وقتاكو قوتيا ما جي برسينة ما قوتيا مثلا إيمان چيا قوتي إسلام يعني كيجا أو كوي قوتي إسلام يعني چونكو دنابا إسلامي ده إيمان جي هيا چونكو وقتات كلمة شادي مثلا إنسان بينا دور ده إيمان جي هيا وأفتشتي ديجي هنا حاصلي بشكلي او كريال فيدي بروراما ما درسا ما بسا خذ توفيق ما وتبدا بدج قنجره وحتى برنامج دي وانت بأمانتي خديبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.